أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. في ناس بتعدي في الدنيا زي خيال الظل، محدش بيحس بوجودهم ولا بغيابهم. وفي ناس تانية بمجرد ما ينذكر اسمهم القلوب بتدعي والوشوش بتنور، رغم إنهم ممكن يكونوا رحلوا عننا من سنين. الفرق بين الاتنين هو الأثر. الأثر مش محتاج تكون مشهور أو غني، الأثر هو العدوى الحلوة اللي بتسيبها في حياة أي حد بتقابله. السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا كل يوم، يا ترى أنا سايب إيه ورايا وسايب إيه للناس؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة ياسين: ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني لاحظوا الفرق. ما قدموا هي الأعمال اللي عملتها لنفسك، زي الصلاة والصيام والصوم وهكذا. لكن آثارهم هي الحاجات اللي كملت بعدك، كلمة طيبة غيرت حياة شخص، فكرة زرعتها في دماغ طفل، ابتسامة جبرت بيها خاطر حد حزين، فبقى هو كمان بيجبر خاطر غيره. الأثر هو الاستثمار المفتوح اللي بيزود رصيدك وانت نايم وحتى بعد ما بتسيب الدنيا. في غزوة أحد لما الشائعة طلعت إن النبي صلى الله عليه وسلم مات والناس بدأت تنسحب بيأس، ظهر أنس بن نضر. مش بس كمل، ده قال جملة خلدت أثره للأبد: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. أنس ما كانش بيفكر في نفسه، كان بيفكر في الأثر اللي هيسيبه للي بعده. هو مات في المعركة، بس كلمته فضلت وقود لكل واحد بيحس باليأس لحد يومنا ده. الأثر هو إنك تعيش بقضية أكبر من مجرد أكلك وشربك ونومك. فعشان تسيب بصمة حقيقية مش لازم تعمل معجزات. أثر الكلمة: خلي كلامك بناء، امدح شجع وطبطب، الكلمة الحلوة بتعيش سنين في قلب صاحبها. سيب أثر في تربيتك، لو ربيت ابنك على خلق واحد طيب، ده أثر ممتد لأجيال جاية. أثر العطاء الخفي: حاجة بسيطة تعملها لمنفعة الناس، زي مثلا إنك تسقي حتى مية، مساعدة حد غريب، ممكن تكون هي أعظم أثر ليك عند ربنا. الأثر هو عمرك التاني. اختار لنفسك أثر يليق بقلبك، يمكن كله نفع وبركة.